آسر عايز يسألنا سؤال جميل أوي النهارده. اسأل يا آسر، إيه السؤال اللي أنت كنت عايز تسأله لي؟ هو احنا بنصوم ليه؟ عشان نحس بالفقراء والمساكين. سؤال جميل صح؟ بصي يا حبيبي، طب أنا بقى هسألك سؤال. هو إحنا لو إحنا بنصوم علشان نحس بالفقراء والمساكين، طب الفقراء والمساكين بيصوموا ليه؟ مش عارف. هقول لك أنا، إحنا ما بنصومش علشان نحس بالفقراء والمساكين. أمال بقى بنصوم ليه؟ بنصوم عشان ربنا فرض علينا الصيام. الصيام فريضة زيه زي الصلاة. ربنا أمرنا إن إحنا نصوم. طيب ربنا أمرنا إن إحنا نصوم، يعني ربنا عايز يعذبنا مثلا يا ماما؟ مش أنت عايز تقول كده؟ اه. لا يا حبيبي، ربنا بيحبنا جدا. شفت الأم بتحب ابنها إزاي؟ اه. ربنا بقى اللي خلق الكون ده كله، تخيل بقى ربنا هيحبنا إزاي؟ اكتر من الام بكتير اوي. بكتير قوي، فعشان كده ربنا رحيم بينا قوي. الصيام ده لما العلماء والأطباء درسوه وفهموه، لقيوا إن الصيام ده بيعالج أمراض كتير جدا في الجسم، ما بتتعالجش غير بالصيام. بجد؟ بجد. فربنا بقى لما فرض علينا الصيام، لما أمرنا إن إحنا نصوم، أمرنا ليه بقى إن إحنا نصوم؟ عشان ربنا بيحبنا قوي، وعارف إن إحنا طول السنة شوية نصلي وشوية ما نصليش، شوية نقرأ في القرآن وشوية ما نقرأش، شوية نشتم بعض ونقول ألفاظ وحشة وشوية ما نقولش. فربنا قال لنا في الصيام بقى ما بنقولش الألفاظ دي كلها، ما بنقولش أي لفظ وحش خالص. وكمان إيه؟ وكمان بنقرأ القرآن الكريم، عشان كل حاجة بنعملها في رمضان بتتضاعف ثوابها. يعني لو إحنا بناخد حسنة واحدة في الأيام العادية، لو إحنا مثلا قرأنا القرآن الكريم، قرأنا كل حرف بتقرأه في القرآن الكريم، بتاخد عليه أضعاف الحسنة دي، يعني تاخد 10 حسنات، 20 حسنة، بتاخد بقى الأضعاف دي. فعشان كده ربنا عايزنا نفضل كويسين، نفضل نعمل الحاجات الكويسة. فلما احنا نقرأ القرآن الكريم ونمتنع عن الكلام الوحش، الكلام اللي بيضايق الناس، وان احنا نعمل حاجات وحشة وما نعملش غير الحاجات الكويسة، ونروح نبر تيتا وخالته وعمه والناس قرايبنا دول كلهم، فاحنا هنعمل ايه بعد كده في الأيام العادية؟ هنفضل نعمل صح. برافو عليك، هنتعود ان احنا نعمل الحاجات دي على طول. بس يا فربنا ماما في ناس مننا ما بيكونوش بيحبوا ان هم يعملوا كده، بيكونوا عارفين ان رمضان بنعمل فيه كذا وكذا، لما رمضان يخلص يرجعوا يعملوا الحاجات الوحشة تاني. هو آسر أسئلته ذكية ومتعبة، بس احنا لازم نرد عليها. يا حبيبي، فربنا بقى بيدينا فرصة. الناس اللي ما بتبقاش عايزة تعمل كده، لما بتروح مرة واتنين وتلاتة المسجد ويصلوا التراويح ويقرأوا القرآن الكريم كتير، ربنا بقى بيجعل في قلوبهم كده هداية. علشان طبعا احنا عارفين ان الشياطين بتتربط كلها في رمضان، ما بيبقاش فيه شياطين. فاحنا بقى الانسان نفسه بتبقى كويسة الى حد ما. فلما ربنا بقى بيقول لنا نصلي ونصوم ونبر بقى قرايبنا ونزور الناس ونعمل الحاجات الكويسة وما نقولش ألفاظ وحشة، بنتعود على كده. فربنا بيدينا فرصة ان احنا نعمل دايما الحاجات الكويسة، عشان بعد لما رمضان يخلص نكون اتعودنا فنعملها بقى في الأيام العادية. إنما ربنا ما بيبقاش عايز يعذبنا. أنا قلت لك قبل كده إن الأطباء لما درسوا وعرفوا الحاجات، عرفوا إن الصيام ده بيعالج أمراض كتيرة جدا في الجسم، زي بالظبط الصلاة فيها فوائد كتير جدا، وبرضه ما عرفهاش غير العلماء. ربنا ما بيقول لناش على حاجة يا إسر اعملوها غير لما بيكون فيها فايدة لينا، والحاجة اللي ربنا بيقول لنا بلاش منها بتبقى عشان إيه؟ مضر علينا. برافو عليك. طب يا ماما، طب ما هو الصلاة والصيام الإنسان بيحس إن جسمه بيتوجع، لما بيصوم بيحس إن بطنه وجعاه وبيدوخ، ولما بيصلي مثلا رجليه ممكن توجع. هي الأسئلة بتاعتك ذكية قوي كده ليه؟ معلش يا ماما، أصل أنا بحس بالأسئلة دي فبحب إن أنا أتأكد منك. آسر ذكي جدا على فكرة. طيب احنا بقى بنتوجع واحنا صايمين، يبقى أكيد ربنا في هدف من ده. هدف إيه بقى؟ علشان نقدر نتحكم في نفسنا. يعني إيه؟ يعني مثلا بابا وماما ما معهمش فلوس، وأنا هموت على الشوكولات دي وعايز قوي أكلها، بس أنا لو ما أكلتهاش هل هموت؟ لا. لا.
فهتعود وان انا اتحكم في نفسي. طيب هتعود بعد كده ان انا اتحكم في نفسي، ان انا ما اشتمش، ان انا ما اتعصبش بسرعه. ما هو انا في الصيام ربنا قال لي ايه؟ ممنوع ان انت تغلط في حد، ممنوع ان انت تقول لفظ وحش. فانا لما واحد بقى يجي عايز يضربني او يزعق لي او يقول لي لفظ وحش ويتعصب عليا وخلاص هيعصبني، انا بقى هعرف اعمل ايه؟ اتحكم في نفسي، ما غلطش فيه. هقول له ايه مشكلتك؟ انت متضايق من ايه؟ انت متعصب ليه؟ ايه اللي حصل؟ قول لي واحنا هنحل الموضوع بايه؟ بهدوء. بهدوء. فشفت الصيام بيعمل ايه؟ بيخلينا نتحكم في نفسنا، نبقى ايه بقى؟ ناس محترم ومهذب واقوياء كمان. كده كل اسئلتك تمام ولا في سؤال تاني؟ لا لسه في سؤال تاني. طب انا دلوقتي عايز اهرب من اسئله ياسر. لا آخر سؤال يا ماما. اتفضل يا عيون ماما. طب هو ليه العيد يا ماما ربنا عمله لنا بعد رمضان على طول؟ برضه سؤال جميل جدا. طيب مش احنا دلوقتي صمنا؟ احنا صمنا وعطشنا وعملنا حاجات جميلة ربنا قال لنا عليها وبقينا حلوين. طب هو انت يا ياسر لما انت بتنجح وبتذاكر كتير 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 وبتنجح، هل نجاحك ده انا اللي هنجح ولا انت اللي بتنجح؟ أنا اللي بنجح. طب هو انا بكافئك ليه؟ عشان تفرحيني. عشان افرحك. اهو بقى ربنا وتكافئيني على تعب اللي أنا تعبته. برافو عليك، واقول لك ان تعبك ما ضاعش. اهو ربنا بقى بيكافئنا بالعيد ده، بيفرحنا. ده مش بس ده غير مكافئتك بقى والحسنات اللي احنا خدناها عند ربنا، اللي اتكتبت بقى دلوقتي واتسجلت عند ربنا. شفت بقى؟ شفت ربنا بيحبنا قد ايه؟ ربنا بيحبنا اكتر من الام والاب بكتير جدا. طب انت دلوقتي عايز اكتر من كده. طب انت دلوقتي عايز تقول لاصحابك ايه عشان هم دلوقتي بيسمعوك؟ عايزه اقول لهم ان احنا دلوقتي نتعلم ان احنا نصوم ونعمل اللي علينا عشان ربنا هيكافئنا وهيجازينا جزاء كبير جدا في الجنه ان شاء الله. وعرفتوا دلوقتي يا اصحاب ياسر يعني ايه احنا بنصوم ويعني ايه صيام؟ صح يا ياسر؟ في الاخر الصيام ما طلعش عشان خاطر نحس بالفقراء. الصيام طلع مع حاجته اجابه تانية خالص. والاجابه ايه؟ جميله قوي.